السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله كما كتلاحظوا غنحضر معكم كيكة اقتصادية بدون كريمة سائلة ولا كريم شونتيي. كيكة اللي كتجي رائعة مميزة وكتجي لذيذة بزاف وسهلة في التحضير، واهم حاجة اقتصادية. اتمنى من كل قلبي الوصفة ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم، فاذا عجبتكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، بالتعليق ديالكم الايجابيه، وكذلك تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. بقاو معايا حتى النهايه باش تعرفوا على الطريقه والمقادير. فرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غادي نحتاجوا في المكونات 3 ديال البيضات، معلقه كبيره كاكاو مر، كاس الا ربع زيت، كاس سكر سنيده ما يعادل 150 غرام، عندي هنا كاس الا ربع حليب، 2 كيسان ونص دقيق الابيض دقيق المخصص للحلويات، 2 اكياس خميره الحلويات بيكن باودر ما يعادل 16 غرام، وكيس فانيلا. في اناء وضعت البيض، قبصه ديال الملحه، الفاني، وتنخلط بالطراب الكهربائي. تنخلط مزيان الخليط ديالي. من بعد بديت هكا كنضيف الزيت تدريجيا، فبعد ما ضعف الحجم ديال الخليط ضفت الحليب. بعد ما ضفت الحليب غادي نبدا نضيف الدقيق، كنضيفوه بالملعقه وتنخلط. وضفت الكاكاو، معلقه كبيره عامره ديال الكاكاو المر، كنضيف الدقيق وكنخلط. من بعد ضفت الخميره الحلويات 2 اكياس، ومعلقه ديال الخل. فهذا هو القوام ديال الخليط. غادي نحاول نقسمه ل3 ديال الحصص بهذا الشكل هذا اللي كيكونوا متساويين. غادي نطيب كل وحده على حده. خديت الصفيحه ديال الفرن، فرغت فيها الكميه الاولى ديال الخليط ديال الكيكه، سرحته هكا على شكل مربع. في هذه الاثناء شعل الفران ديالي على 180 درجه من الفوق ومن التحت. غادي ندخل اللاطه ديالي، فبعد ما كطيب هذا هو الشكل ديالها. كنحاول نقلبها في واحد منديل وكنغطيها وكنخليها على جنب. في نفس الورق كنوضع الكميه الثانيه ديال الخليط وكنشكلها على شكل مربع. تقريبا هاد المربع كتكون فيه 24 سنتيم. تنستمر بنفس العمليه حتى نكمل الكميه اللي عندي. فوا كطيب كنقلبها هكا في منديل وكنحاول نغطيها باش هكا ما تنشفش. وبنفس الطريقه كنقاد المربع ديالي بهذا الشكل هذا وندخلها للفران. كنحاول نسرحهم مزيان. فبعد ما كيطيبوا كاملين هذا هو الشكل ديالهم. كنحاول هكا نقسمهم بالاطار. بالنسبه لهذا الاطار فيه 20 سنتيم البنات، وهذوك القطع اللي كنقطعها هكا من الجوانب غادي نحتفظ بهم. غنوريكم شنو غنديروا بهم، ما نضيعهمش. سبق لي شاركت معكم هاد الكيكه بنفس المقادير ولكن بالوان طبيعيه. نخلي لكم الصوره ديالها هنا غادي تظهر على الشاشه، ونخلي لكم كذلك الرابط ديالها في صندوق الوصف. لتحضير الكريمه عندي لتر حليب، دينا نصف لتر، وضعت كذلك نصف لتر. ضفت ايضا 6 معالق من نشا الذره او المايزينا، 6 معالق كبار، 4 ديال المعالق ديال السكر حبيبات او السكر الخشن. وضعت ايضا فلان بنكهه الفانيلا، عندي هذا اللي فيه السكر من حجم الكبير. خلطته مزيان وضعته فوق النار مع التحراك المستمر حتى كتعقد الكريمه كتصبح بهذا الشكل هذا. فبعد ما زولتها من فوق النار هنا غادي نضيف واحد الياغورت جبن كريمي او بيرلي. غادي نخلط مزيان حتى يندمج ليا مع الكريمه. فهنا غادي نبدا نمونطي الكيك ديالي. وجدت هكا الاطار
اللي في القطر ديالو 20 سنتيم، وضعت هكا المربع ديال الكيك وبديت هكا كنوضع في الخليط ديال الكريمه، كنوزعها، كنحاول نوزعها هكا بكميه اللي كتكون متساويه، كنبسطها مزيان بلا سباتيل، ومن بعد كنوضع الجينوازه الثانيه او الكيكه، وكنبقى نستمر بهاد العمليه هذه حتى نكمل الكميه اللي عندي. هنا الطبقه الاخيره ديال الجينواز، فرغت الكميه اللي بقات عندي ديال الكريمه وزعتها بهذا الشكل هذا. بعد ما قديت مونطيت الكيكه ديالي غنخليها على جنب، وغادي ناخذ دوك الطريفات ديال الكيكه اللي شاطوا ليا غادي نطحنهم. فبعد ما كنطحنهم كنوزعهم من فوق الكريمه. فبعد ما وزعت البقايا ديال الكيكه من الفوق، ودرت شويه ديال الكاكاو، واحد الطبقه خفيفه ديال الكاكاو، وقطعت هكا الجوانب، كنقطعوهم بالسكين باش هكا يبانوا لينا دوك الطبقات. فبعد ما قطعت الجوانب غادي نحاول هكا نطراسي بالسكين، ومن بعد نقطع مربعات بهذا الشكل هذا. دائما كنمسحوا السكين. صافي، وطراسيت كذلك مربعات ديالي باش نقطعهم بهذا الشكل هذا. دائما السكين كنمسحوه. وعملت خطوط ديال الشوكولاته السوداء اللي ذوبتها مع شويه ديال الحليب، عملت هكا خطوط. بالنسبه للتزيين كيبقى اختياري على حسب الذوق ديالكم. فهذا هو الشكل النهائي ديال الكيكه طبقات، كتجي رائعه لا في الشكل ديالها لا في المذاق، واهم حاجه اقتصاديه وكتوجد بسرعه. نتمنى من كل قلبي الوصفه ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، تردوا عليا في التعليق. نتمنى كذلك الى عجبتكم الوصفه ما تبخلوش عليا باللايك ديالكم وبالتعليق ديالكم، وكذلك تبارطاجيو لا فيديو مع الاصدقاء والعائله. وبقى لي غير ندعكم مع السلامه حتى الفيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعايه الله وحفظه. السلام عليكم.